السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم على موعدنا في صباح كل جمعة، بث مباشر نذكر فيه أهم الأحداث التي نعاشرها ونسايرها في هذه الأيام. ألا وإن مما هو في نظري من المهم جدا في هذه الأيام تبصير وتثقيف الشعب اليمني أولا قبل غيره بحقيقة منهج الحوثية وبحقيقة الزيدية الذين نعاشرهم في اليمن من اليوم، من الآن إلى جدهم يحيى الرسي، أن هذه الزيدية، أن هذه الحوثية هي الجارودية، هم الجارودية، ولا وجود لما يسمونه زيدية معتدلة أبدا. ائتني بزيديا صغيرة أخرج لك منه رافضيا كبيرا، هكذا قال شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وهو الخبير بهم، الدارس لمنهجهم، الذي درس في مدارسهم، المعاشر لهم والناشئ فيهم في بلاد صعدة. ونحن عاشرنا بأنفسنا وسألنا وناقشنا ممن جاورناهم ووجدناهم من الزيدية، فهم جارودية. أنا أريد في هذه الكلمة أن أذكر ما هي الجارودية، لأن كثير من الناس ما يعرف ما هي الجارودية، ما هي أصولهم وما هي معتقداتهم التي يختلفون بها عن غيرهم من الشيعة. فالشيعة طرائق قددة، الشيعة طرائق قددة، العلوية، الاثنا عشرية، الإباضية، المكارمة، الإسماعيلية، ثم كل فرقة تحتها فرق. ونحن نصيبنا في اليمن أخبث الفرق. لماذا قلت أخبث؟ سيقول قائل هناك الرافضة، والزيدية تكفر الرافضة، والرافضة تكفر الزيدية. قلت أخبث الفرق لما سأذكر لكم. الزيدية الجارودية في اليمن، إذا أردت تعرف أن هذا جارودي بكلمة واحدة بس، بسؤال واحد، على ما يقال في الإنجليزي تيست، اختبروا اختبار في الإمامة، اسألوا عن الإمامة، هل الإمامة محصورة في البطنين أم أن الإمامة عندهم أنا ما أتكلم على منهج عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما أتكلم عندهم، هل هي في البطنين أم في عموم قريش؟ سيقول لك في البطنين. هذا أصل من أصولهم، ما هو أعظم أصل من أصول الجارودية. إن قال الإمامة في البطنين أي من ذرية الحسن والحسين. ثم فيما معنى البطنين لها تفسيرات عندهم، وهم على فرق قددة فيها كذلك. لكن على أعلى سقف في معنى البطنين أن يكون الحاكم الخليفة من ذرية الحسن أو الحسين. فإن قال كذلك فهذا جارودي ليس زيدي كما يدعون. لماذا قلت ليس زيدي؟ لأن الإمام زيد بن علي، وزيد بن علي سني ليس رافضي، إمام زيد بن علي سني، فإنهم نسبوا إليه الأقوال والتعصب والمذهبية وهو لا يرتضيها، كما نسبت للأئمة الأربعة، كما نسبت لأئمة الإسلام من قبل. ما هناك إمام يدعو إلى نفسه أبدا، كل ما يدعو إلى الكتاب والسنة. ثم يأتي الجهلة والشياطين فيحرفون الناس ويبنون الأضرحة والقبور وهم غير راضون عنها. ما الفرق بين الجارودية والزيدية؟ الزيدية الذي هو مذهب الإمام زيد بن علي، الذي هو مندثر هذا المذهب، هو يرى أن الإمامة في قريش، الإمامة في قريش، ومعنى في قريش أي أوسع من البطنين، لأن المسألة تنتقل بعدين، المسألة هي مراتب، هم فيهم اختلاف. لما يقول إمامة في قريش يدخل فيها بني أمية، أبو بكر الصديق قرشي، عمر قرشي، معاوية بن أبي سفيان قرشي، عثمان بن عفان قرشي، وكل من كان من لحمة قريش، فهذا يدخل في ماذا؟ في معنى الإمامة. وهذا الذي جاء في الحديث الأئمة من قريش. هم حصروها الجارودية في البطنين،
لأن هناك أيضا ليست حتى في الهاشمية، ما قالوا في الهاشمية الجارودية، لم يقولوا في الهاشمية. هناك فهم خطأ عند الناس، هم يظنون أن البطنين هي الهاشمية، لا، إنما البطنين هي خصوص من خصوص من خصوص السقف الأعلى قريش، هذا الذي هو الصحيح. ثم خصصوها فرقة أخرى، قالوا لا، في بني هاشم، وبني هاشم سيدخل فيهم من؟ سيدخل فيهم بني العباس، ويدخل فيهم حتى أولاد أبو لهب، كل من كان من بني هاشم، من ذرية هاشم، الطالبيين، العلويين. ثم خصصوها بالعلويين، لما تسمع يقول هذا علوي، انتبه، العلوي غير الحسني والحسيني والأشراف، لا، العلوي هو من كان من نسل علي، من كان من ذرية علي، سواء من أولاد فاطمة أو من أولاد أم البنين وغيرها. فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلغ له من الأولاد في روايات 28، منهم 14 ذكر أو نحو ذلك، عمر وعثمان وأبو بكر، وهذا من أولاد علي رضي الله عنه، عمر الأكبر وعمر الأصغر وعثمان الأكبر وعثمان الأصغر. فجاءوا هؤلاء المتعصبة الذين من بعدهم قالوا لا، ليست في أولاد علي كلهم، إنما في البطنين. من البطنين؟ قالوا من كان من ذرية الحسن والحسين، من أولاد فاطمة فقط، وهم يسمى الفاطميين. وهؤلاء خصصوها خصوص من خصوص من خصوص. ثم فيما بينهم البين الجارودية انقسموا، قالوا لا، إنما تكون من ذرية الحسين. وهنا البدعة التي تميزت بها السيدي، الذي قلت لكم الزيدية أخطر من الرافضة وغيرهم. لماذا؟ لأنهم اشترطوا من شروط الإمامة الخارج بأمر الله شاهرا سيفه، بمعنى هم يريدون بذلك أن الحسن هادن معاوية رضي الله عنه، فهنا حرم حق الإمامة هو ذريته، وإنما يستحق الإمامة ذرية الحسين. لماذا؟ لأنه خرج شاهرا سيفه. وعلى هذا قالوا من خرج من ذرية الحسين شاهرا سيفه فهذا له الإمامة. أما من لم يكن شاهرا سيفه، يعني هو من ذرية الحسين نفسهم، وهو صالح وعالم وكبير ومصلح، لكنه لا يرى الإرهاب، لا يرى حمل السيف، هذا لا يعطى الإمامة، لا يعطاها ولو كان أتقى وأصلح. إنما يعطاها الذي خرج بالسيف يقاتل ويقتل في الناس، هذا بطل، هذا يعطى الإمامة. أفهمتم يا أهل السنة ما هو الفرق؟ أنا تعجبت والله في الأيام الأخيرة عندما رأيت بعض الناس يدافع عن يحيى حميد الدين وعن آل حميد الدين، يقول بعضهم قال سلفي، عياذا بالله، أن ينسب إلى أهل السنة من ليس فيهم، مجرم طاغية ظالم. حتى لو كان سلفي وهو مجرم فما تنسب إليهم. وما كنت متخذ المضلين عضدا أبدا، إنه عمل غير صالح، ولو كان سني وأعماله إجرامية نتبرأ منه من أعماله. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فما بالك وهذا المجرم الطاغية قتل الملايين، الآلاف المؤلفة من اليمنيين. طيب، المسألة الثانية من مسائل الجارودية يكفرون الشوافع ويكفرون المخالف لهم. قلت الشوافع لأنهم في اليمن كان التقسيم شافعي وزيدي، فهم يكفرون الشوافع كما ذكر المنصور. وأنا سأجعل رابط لهذه فوق هذه الكلمة. هم يكفرون كل مخالف لهم، من لم يؤمن بالإمامة فهو كافر، إلا أنهم يستعملون التقية، كما كان الإمام يحيى يستعمل التقية. يحيى بن حميد الدين أخبث ممن سبقه، سياسته أدهى ممن في التقية، أخبث ممن كان يظهر لأهل السنة الموافقة، ويسمح ببعض الأشياء وبعض التصرفات وبعض الكتب وبعض الأمور، لكنه في المدارس يقرر منهج الرافضة وفي بيته. حاله كحال الآن الحوثيين مع محمد الإمام. سيأتي جيل من الأجيال فيما بعد يقولون كان عبد الملك الحوثي سنيا ويحب أهل السنة، والدليل أنه سمح للشيخ محمد الإمام وطلابه وهم ألوف يدرسوا ويتعلموا ويدعوا إلى السنة والتوحيد، وكان يمدهم ويدعمهم، وسيأتوا بالصور الفيديو والتوثيقات. هذا هو نفس الإشكال الذي يستخدمه الرافضة مع المغفلين ومع الحمير. نقول ليسوا مغفلين بل حمير. المغفل إذا لم يعلم، لكن هؤلاء علموا
وفهموا كيف ليس معلمين. محمد الإمام مؤلف كتاب رافضة اليمن على مر الزمن، ما قال شيعة اليمن، رافضة، والتسمية والوصف بالرافضي للشخص بمعنى كافر. الرافضة كفار عند أهل العلم. أضيف إلى ذلك من أصول ماذا؟ الجارودية أنهم يكفرون الشوافع، ولهذا ألف يحيى بن حمزة كتاب إرشاد السامع إلى حل أموال الشوافع، فهم يستحلون الدم والمال والعرض، هم يستحلون هذه المحرمات كامل ممن خالفهم. هم يرون سواء كنت شافعيا أو لم تكن شافعيا في المذهب، حنفيا أو حنبليا أو ما كان، أما الحنبلي فمن باب أولى. هم عندهم أن المشبهة والجبرية والمجبرة كفار. المشبهة عندهم كما سأنقل لكم في الرابط، بل قال المنصور ابن إسماعيل الهالك في عام 1000 وكذا كذا هجرية، يقول وهذا والمشبهة أكفر الكفار، والمشبهة أكفر الكفار. من المشبهة عندهم؟ المشبهة عندهم الذين يثبتون لله الأسماء والصفات، أنه سميع وأنه بصير وأنه متكلم جل جلاله، والذين يقولون بعلو الله في السماء، والذين يقولون أن القرآن كلام الله، هؤلاء عندهم مشبهة وجبرية. والجبرية هم المجبرة الذين يقولون أن الله في مسألة خلق أفعال العباد. فالمسألة يا إخوة هي عقيدة وهي دين. ننصح إخواننا أهل السنة التفقه في الدين، التفقه في العقيدة. أنصح كل سلفي لا ينجر خلف المفسبكين، لا ينجر حول الجهلة، لا تنجر حول من كان يعني معاشر للحوثيين. هناك سلفيين معاشرين للحوثيين، وهناك سلفيين من أسر حوثية، من أسر رافضية، من أسر سلالية. هؤلاء متأثرين بمحيطهم. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا يا أهل السنة. هناك من يطعن في أهل السنة إذا قصروا أو أخطأوا من حكام أو أمراء أو علماء، بينما يدافع عن أجداده وعن أقاربه الرافضة لأنه جده ومن أجداده ومن آل بيته، وهم مجرمون رافضة جارودية أو خباث. فهذا الكلام يا جماعة قد يسترسل بي ويطول، وأنا ما أحب أن أطيل صوتية، لأن كثير من إخواننا يقولون أنهم لا يستطيعون تحميلها، لا سيما في اليمن تثقل. وأنا أحب أختصر كلمة، إنما أشير إشارة إلى الجارودية. وأحيلكم إلى كتاب فرق الشيعة للعلامة إحسان إلهي ظهير. أعيدوا، كتاب فرق الشيعة للعلامة إحسان إلهي ظهير، وكتاب ملتقى التصوف والتشيع للعلامة إحسان إلهي ظهير. العلامة إحسان إلهي ظهير هذا أعلم أهل العصر في زماننا بالشيعة والصوفية، أعلم، وكل الناس بعده عالة عليه، كل المشايخ والدعاء والمؤلفين في هذا العصر. بل أقول هو المجدد في ماذا؟ في مسألة التشيع والرفض والصوفية في وفضائحهم وما عندهم. فإن أردت أن تأخذ من الأصل فخذ بكتب ماذا؟ لا، إن أردت أن تختصر الأمر فالمؤلفات في الشيعة كثيرة، لكن خذ كتب إحسان إلهي ظهير واقرأ فيها، موجودة على الشاملة ولله الحمد، وموجودة حملها كتب إحسان إلهي ظهير واقرأ فيها. العلامة إحسان إلهي ظهير أثنى عليها العلم الشيخ ابن باز، الشيخنا العلامة مقبول بن هادي الوادعي، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، علماء العصر لا نعلم فيه جارحا. ورحمه الله مات مقتولا قتله الشيعة في باكستان، هو باكستاني الأصل، وكان آية من آيات الله، كان يتكلم ما هو اللغة؟ عدة لغات، كان آية في الذكاء، وكان يشارك في المنابر الدولية، وله كلام عظيم في العراق في أيام حرب العراق وإيران. ذهب إلى العراق وقابل صدام حسين، وألقى كلمة يحضض فيها صدام على أنه يقاتل الخميني على أنه رافضي شيعي، لا على أن المسألة عروبية أو بعثية أو قومية، رحمه الله. ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، ويشهد الله أننا نحبه. العلامة إحسان إلهي ظهير. ثم قبل أن أختم سيقرأ في العنوان، أنا ذكرت كلمة سرحوب. من هو سرحوب؟ هذا سرحوب هو لقب جارود. هذا الجارود صاحب المذهب الجارودي هو زياد الجارود، هذا لقبه الإمام جعفر الصادق بسرحوب. وما هو سرحوب؟ سرحوب هو شيطان أعمى في البحر. يقال أن سرحوب اسم لشيطان أعمى في البحر، وهكذا لقبه جعفر الصادق جرحا في هذا الخبيث بالجارود، لقبه الإمام جعفر بسرحوب، شيطان أعمى وفي البحر.
ويضل الناس. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.